يا مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده هنعمل احلى وصفة للجلاش الحلو. بصراحة طعم حكاية خطير. شكلها باين كده مقرمشة من بره، القطعة الجلاش مقرمشة كده وتحفة من بره، وطرية حكاية من جوه، والكريمة دايبة فيها من جوه كده، طعم بصراحة فوق الخيال. قبل ما نبدأ كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنبدأ بالشربات علشان عايزينه بارد. هننزل ب3 كوبايات من السكر في لبانة كده أو كسرولة، وعليهم 2.5 كوبايات من المية. 3 كوبايات سكر وعليهم 2.5 كوبايات مية. دول هعصر عليهم نص ليمونة، ومعلقتين معلقة أو معلقتين فانيليا، وأقلبهم تقليبة كويسة وارفعهم على النار. لا، وما ننساش معلقة عسل كلوكوز. مفيش عسل كلوكوز نحط معلقتين عسل نحل. تمام كده، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. ما تخليش السكر يسكر ولا الجلاش يبقى طعمه مسكر زيادة عن اللازم. هنرفع دول بقى كده على النار لما يغلي 7 دقايق بالظبط، ونطفي عليه، نسيبه في مكان كده يبرد. تعالوا بقى اما نجهز الجلاش بتاعنا في أسرع مما تتخيلوا. الوصفة دي حكاية علشان سهلة جدا. ممكن تعملي الحلو ده في 10 دقايق كده، تقومي تحضريه في ثانية لو الشربات جاهز وعندك في التلاجة. هنبدأ كده. عندي ورقة الجلاش، لفة الجلاش النص كيلو. هجيبها افتحها كده واقيسها واقطعها على 3. بصوا كده تقريبي كده، يعني مش مقاس ولا حاجة، بس بالتقريب كده اقطعها على 3 بالشكل ده. اهي الورقة زي ما هي، ما نفردهاش ولا اي حاجة. اللفة وهنقطعها كده بالشكل ده على 3. هنجيبها ونرصها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. لو حاجة اتهرت منها ولا حاجة مفيش مشكلة. هنيجي نقطع كل واحدة قطعناها برضو، نقطعها على 3 بالشكل ده. اهو في اسهل من كده؟ بس ونتني الورق، القطعة اللي احنا قطعناها نعملها 7 أو 8 بالشكل ده. طبعا احنا دهنين الصينية معلقتين 3 سمنة بلدي حلوين كده اهوت. وكل قطعة هبرمها على بعضها، اطبقها على بعضها تبقى 7 أو 8 بالشكل ده، وانزل بيها في الصينية بشكل عشوائي. مش هتاخد معايا الوصفة دي بالظبط 10 دقايق في المطبخ. نفرد بقى الباقي اهو وعلى 3. ادي قطعة 2 3. اطبق واحط في الصينية. طبعا ما ورقناش ولا دهنا سمنة ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده الفيديو واضح. اهو القطعة التالتة اهي. القطعة التالتة طلعت مش متساوية مني. هنشيل بس الزيادات دي عشان ما تبقاش الشكل مش قد كده. وهنحطه في قلبهم برضو، يعني الورق ده مش هيترمي، هندخله في قلب ورق الجلاش ده عادي. ونقطع دي ونقطعهم بقى كمان دول على 3 بالشكل ده. وتعالوا نطبق كده بالشكل ده، وحطي في الصينية بسرعة بسرعة في أسرع ما يمكن. يعني عايزة تعملي حاجة حلوة وسريعة جدا وطعمة لذيذة فوق ما تتخيلي، اعملي الصينية دي في ثانية. وخصوصا بقى كمان لو عندك الشربات في التلاجة وجلاش في الفريزر، هتطلعي وتعملي أحلى صينية حلويات في دقيقة، ثانية إلا ثانية. زي ما بيقولوا. عندي بقى 4 5 معالق من السمنة، أنا سيحتهم. وهتحطي بقى كده عليه بطريقة عشوائية، حطي على طول كبي كده. وبعد كده ادهني بقى بالفرشة الاماكن او الحتت اللي ما طلهاش سمنة، عشان يبقى كله مورق وياخد لون بقى في الفرن ما حصلش. دي بقى على الفرن انا مولعاه. اهم حاجة في التسوية ان الفرن يسخن كويس جدا، وتروحي موطية درجة الحرارة ومدخلة الصينية على الرف اللي في النص، وتسيبيها بقى براحتها يا معلم. تعالوا بقى بعد كده نعمل الخلطة الخطيرة اللي هنحشي بيها الجلاش. عندي 1.5 كوباية من الحليب، هحط عليهم معلقتين من الكاستر ومعلقتين من السكر ومعلقة فانيليا. تمام كده، 1.5 كوباية من الحليب، عليهم معلقتين كاستر، وعليهم معلقتين سكر. ما نزودش السكر طبعا عشان هيتسقي شربات ما يبقاش مسكر بزيادة، وعليهم نقطتين فانيليا. هنرفعهم على النار مع التقليب المستمر بالشكل ده. ما سيبش الكسرولة خالص، اقلب فيها على طول على طول عشان ما تلزقش او يخرز مني لحد ما تستوي. اركنها بقى تبرد تماما. هتكون الصينية الجلاش طلعت عندي مقرمشة وشكلها ذهبي كده بالشكل القمر ده. هسقيها بقى. الشربات عندي بارد اهوت، والصينية طالعة سخنة. هديها الشربات بتاعها بالشكل ده، واسيبها بقى 5 دقايق تهدى. ادي عندي الكريمة بتاعتي اهي بردت خالص. اقلبها تقليبة كويسة كده عشان الوش اللي عمل على اللي فوق ده. وتعالوا بقى نحشي الجلاش الخطير ده. بصوا التسوية
زي ما قلت لكم التسويه مهمه جدا، ان انت تسخني الفرن قوي وتوطيه خالص لاقل درجه حراره وتدخلي فيه الصينيه في النص. تعالوا بقى نفتح خرطه الجلاش بالشكل ده ونحشيها كاستر. يا سلام يا سلام، الكريمه دي حكايه ولا الطعم لذيذ. وبأي مكسرات عندك ولادك بيحبوها هتزوقيها بالشكل ده. وطبعا هتتفتح القطعة بكل سهولة لما هي مسقية شربات، ما ينفعش تحشيها قبل ما تسقيها لانها هيتكسر منك. ساعة ما بيشرب الشربات بيبقى طري شوية، تقدري تمسكيها وتفتحيها بالشكل ده. الوصفة دي ممكن تعينيها او تحفظيها عندك او تشيريها لحبايبك لرمضان. سريعة ومنجزة جدا. لو يوم عاملين فيه اكل وعصاير والواحد بقى كسلان كده، هتقدري تعملي احلى صينية حلويات في ثانية، مش هتاخد منك وقت خالص، وحاجة لذيذة وتحفة. بصي بالشكل ده، يعني ما خدتش مني 10 دقايق. وزي ما قلتلك لو الشربات جاهز كمان في بطرمان في التلاجة والجلاش في التلاجة، يا سلام، هتطلعي وتعملي في دقيقة. هنحشي بقى كل الكمية عندي بالشكل ده واديها مكسرات بقى. شفتوا شكله عامل ازاي؟ والله من اطعم الحلويات، بالذات الجلاش بالطريقة دي. جربوه كده وهتدعولي. يلا قولوا لي رأيكم ايه في الطريقة ديت، واكتبوا لي كلمة حلوة منكم في التعليقات. اتمنى فيديو النهاردة يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، هتشرفوني كتير. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.